السلام عليكم يا شباب، أنا بتكلم عن الراب السوداني خاصة في الدسات. الراب السوداني ما زال نظيفة، ما فيها وساخة يعني، بالرغم إنك تسمع شلطة من ده وشلطة من ده وديس من ده وديس من ده، حليم تيدوب سولجا ما أعرف ليك منو يعني. ما زالت نظيفة، ما فوقها كتي، ما فوقها كلام فارغ، بالرغم من فيها نبايس تهت تهت يعني، لكن نظيفة. هسي لو جيت أقارن تيدوب ولا حليم ولا سولجا ولا الراب السوداني كله، ما بحصل لك في مكان بتاع كيفان ولا للدارك. دي سفاحين بالرغم من انهم فنانين في نفس الوقت. الراب الامريكي فهد منطقة تانية، بقى اصابات. انا في السودان ما عندنا اصابات الحمد لله، عندنا مجموعات. في فرق بين المجموعات والاصابات. مجموعة تاع تيدوب، مجموعة تاع حليم، مجموعة شنو ديل ناس بدعموه ناس موجودين بو، لكن الاصابات كبيرة مرة واحدة يعني. هسي زي اوبلاك ده مليانة اصابات، توكافيل مليانة اصابات وخاشين في بعض، وبعض ده فيه اصابات تانية داخلة في نصهم يعني. الفكر الاوروبي قوي مرة واحدة. الحيوان ده اسمه منو يعني، ود المزاد ترى يجيب الفكر الاوروبي بأي طريقة، لكن ما قادر. الحمد لله ما قادر، لانه لو جا الفكر الاوروبي اول واحد بتمشي فيها. الميوزك ده خطر شديد يعني، الزمن كله بيتكلم انا بقتل ده وبسوي ده واعمل ده زي ما شفتوا في الفيديو الفات. انا اتكلمت لكم عن مغني الراب اف بي جي كاش، يعني مات بسبب شنو؟ سبب صورة اخذوا مع كينفون وعامل فينجر، بس ده فات فيها. يا ريت الناس تستمع وتستمتع وما تغدس الحاجات ده، ويا ريت الراب السوداني ما يمشي لمرحلة تانية. الناس عندها أخلاق وناس عندها دين وناس متمسكة، عارف القتل ده حرام. فرق كبير الراب العربي والراب الأجنبي، في فرق كبير.